بسم الله الرحمن الرحيم. شهر الخير وشهر البركة وشهر الإيمان والصوم والزكاة، كل سنة وانتم طيبين. يتعاد علينا جميعا بخير وعلى الأمة الإسلامية والعربية. النهاردة بقى على عيش السحور. هنعمل مع بعض شوية عيش كده للسحور متدلعين. قلنا بقى نجيب كيلو من الدقيق زي ما انتم شايفين كده، ومعايا معلقة من السكر اهي، ورشة من الملح. يبقى كده كيلو دقيق، رشة من الملح، ومعلقة من السكر، ومعايا كيس خميرة، يعني معلقة كبيرة من الخميرة، وده برضو معلقة كبيرة من البيكنج باودر، يعني كيس بيكنج باودر. كده معايا كيلو الدقيق، رشة من الملح، معلقة سكر، معلقة خميرة، معلقة من البيكنج باودر. قلبنا الكلام ده كله كده مع بعض. معايا بقى ده معلقتين زيت على سمنة زي ما انتوا شايفين، يعني مش جاي نص الكوباية، قد نص الكوباية اللي انتوا شفتوها دي. خلاص كده. ومعايا نص كيلو من اللبن. ممكن برضو لو عندك لبن قاطع او لبن رايب، اي حاجة موجودة عندك ممكن تعجني بيها، بس بصراحة ده ايه، لبن حليب، ده لبن حليب انا عجنت بيه. اعجني بقى كده عجينة، وهنعمل النهاردة شوية عيش للسحور سهل جدا، وهتعمليهم كده في نص ساعة وانتي قاعدة. معاكي كيلو الدقيق اهو، وجبنا شوية لبن والخميرة، وقلنا نعمل شوية عيش للسحور. هنعجن بقى العجينة بتاعتنا كده عجنة محترمة كده. حطيت كده اللبن بتاعي، مش هحط تاني، انا استكفيت. همسكها بقى كده عجينها زي ما انتوا شايفين كده. اديها حقها بقى كده في العجين، خلاص لحد ما تسيب من ايديكي خالص. شايفين اهي قوامها. يعني العجينة بتاعت العيش دي يا جماعة بتبقى انشف شوية من القرص، تبقى عجينتها ناشفة شوية عن القرص. خلاص تمام، العجينة بتاعتي عجنتها وبقت تمام. هغطي عليها بقى واسيبها كده تختمر مع نفسها كده. خلاص تعال نبص عليها كده ونشوفها عملت ايه. ما شاء الله، شايفين ايه، اختمرت معايا. خلاص كده هديها بقى البوكس المحترم بتاعنا، وبعد كده لمي العجينة بتاعتك وهنقطعها كده قطع مع بعضها. اعملي بقى شوية عيش للسحور كده في نص ساعة، تعمليهم وانتي قاعدة، وتخرجي بقى كده شوية عيش صبحين متدلعين كده على السحور. كل سنة وانتوا طيبين، وينعاد علينا جميعا بالخير يا رب. شهر الخير ده وشهر البركة والصوم والصلاة والزكاة والنية الصافية كده، وتلاقينا كده له طلة كده جميلة وروايحه جميلة كده علينا. شهر فعلا كده مميز في السنة كلها. يعني سبحان الله، تلاقيكي كده قلبك مرتاح، وتلاقي كده النية صافية، وتلاقيكي كده شهر جميل وله طعم تاني، فعلا بيبقى له طعم تاني. هقطع بقى كل كمية العجينة بتاعتي زي ما انتوا شايفين كده بنفس الحجم ده، يعني قد الحجم بتاع القرصة اللي انت بتعمليها. هنعمل النهارده شوية بقى ايه، عيش حلوين كده، ينفعوا بقى عيش، ينفعوا سندوتشات. ممكن برضو هنعمله النهارده بطريقة حلوة كده، ينفعوا برضو سندوتشات للولاد في المدارس. شايفين التقطيعة قد ايه اهي، بنفس الحجم ده كده. قطعت كل ما شاء الله. شايفين الكيلو الدقيق عمل لي قد ايه، قطعت قد ايه، يعني هيكفيك السحور ويفيد كمان ما شاء الله. خلاص كده هجيب بس رشة من الدقيق، انا مش هسيبه يا جماعة يرتاح، انا خلاص بس هغطيه، وبعد كده رشة من الدقيق وهفرده على طول. يعني هجيب بقى كده القطعة اللي انا مقطعاها في الاول، تجيبي بس كده من الاول، يعني القطعة اللي انت مقطعاها في الاول، وعلى الرخامة كده، مش هياخد منك فرد. شايفين انا بفرده بالطول، انا هفرده بالطريقه دي كده. انت حابه تعمليه مدور اعمليه مدور، بس انا حابه يعني اغير، انا حابه اغير واعمله كده بالطول، وعلشان برضو ايه ينفع للولاد كسندوتشات كده ايه للمدارس. وفعلا مش عاوزه اقول لكم، يعني الولاد حبوه جدا وكان جميل وحبوه في السندوتشات. هنفرد بقى كل الكميه بتاعه العجين بتاعتنا كده. بصي احنا ما سيبناهوش يرتاح، هنفرد على طول. بصي انا بقول لك اهو، لو انت عاوزه تعمليها مدوره اعمليها مدوره، عاوزه تعمليها بالطول اعمليها زي ما تحبي، فردة العجين زي ما تحبي. هفرد بقى بنفس الطريقه كده، بس انا حابه ايه افرده بالطول كده زي ما انتوا شايفين. هجيب بقى شاشه عندي تكون نضيفه كده، وعلى الصينيه هفرد بقى ايه، بين كل راق هفرد ايه الشاشه بتاعتي لحد ما اخلص كل الكميه اللي معايا. شايفين سمكها قد ايه، خلصت يا جماعه كده في ثواني، ما بياخدش وقت.
اهو عملته طبقات كده على الصينيه، على نفس الصينيه تفردي الشاشه كده وتحطي طبقه من العيش وتفردي الشاشه عليها وتحطي كمان طبقه لحد ما تخلصي الكميه بتاعتك. 3 طبقات على بعض، 4 طبقات، زي ما ما العجينه بتاعتك تخلص. خلاص كده هسيبها نص ساعه بالظبط، كده سبتها حوالي نص ساعه. شايفين يا جماعه؟ انا عاوزه اقول لكم وانا بحط العيش كنت بحطه على وشه. دي خطوه مهمه جدا، بتخلي العيش معاكي يحمر ويبقى لونه حلو وكله يتنفخ معاكي. برجع تاني وانا بحطه في الصاج بعدله تاني على وشه، يعني انا كنت حطاه على وشه ورجعت عدلته تاني اهو. شايفين كده؟ بنفس الطريقه كده اهو، بعدله تاني واحطه على وشه. شغلت الفرن بتاعي يا جماعه على درجه حراره عاليه، درجه حراره عاليه، الفرن بتاعي يسخن. بعد كده بحط الصاج بتاعي. يعني اهم حاجه الفرن بتاعك، وهنسوي العيش بتاعنا على درجه حراره عاليه. فرن البوتاجاز عادي جدا، سهل جدا هتسويه في فرن البوتاجاز. شايفين اهو؟ باخد طبقه بطبقه من فوق. اول ما من تحت يشف العيش بتاعي، يشف كويس من تحت، بطلعه فوق عند الشوايه وبحط الصاج التاني تحت. اول ما يشف من تحت بطلعه عند الشوايه واحط الصاج التاني. شايفين ما شاء الله اللون يا جماعه؟ العيش بتاعنا ما شاء الله على نار عاليه في فرن البوتاجاز طلع زي ما انتوا شايفينه كده. شايفين الكيلو دي عمل لي كميه قد ايه؟ الله اكبر، اللهم بارك، ما شاء الله. شايفين مشبك من جوه ازاي؟ عيش بقى السحور. يلا يا جماعه، يلا بقى كيلو دقيق. شايفين؟ افتحي بقى، ممكن تفتحيه كده وتحشي لاولادك في المدرسه، ينفع برضو سندوتشات للمدارس. حاجه جميله تستاهل بقكم. يلا بقى حط اللايك. مع